بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، شكرا للزميل العزيز سلطان الغشيان ولضيوفه الكباتن الكرام في الاستوديو التحليلي. سيداتي أنساتي سادتي أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم. طبتم وطاب مساؤكم بكل خير، وأهلا وسهلا بالجميع وبكل من انضم إلينا في هذه المواجهة المهمة والمرتقبة بين الهلال والاتفاق في الجولة 21 من دوري روشن السعودي. كل التوفيق بإذن الله تعالى للحكم الإيطالي ولمساعدي في مباراة اليوم. دعونا نذكر بتشكيلات الفريقين. الهلال الذي يدخل اللقاء بعبد الله المعيوف حراسة المرمى، سعود عبد الحميد في اليمين، البريك في اليسار، البليهي إلى جوار جانغ هيون سو في خط النص، غوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، أندري كاريو، بالإضافة إلى ميشائيل ديلغادو وأوديون إيغالو، سنوسي أوساوي، سعد الموسى، مارسيل تيسران. في الجانب الأيمن يتواجد سعيد المولد. في وسط الميدان بالثلاثي المحوري علي هزازي، فيصل غامدي وبيرات أوزديمير. في خط الهجوم يتواجد هذا البرازيلي فيتينيو إلى جوار أحمد الغامدي، روبن كوايسون في خط المقدمة كرأس حربة. غياب النجم الكبير والخلوق والمحبوب ياسر الشهراني اللي كان يعني يشكل أداء كبير مع الهلال في الجهة اليسرى، وثنائية مع سالم الدوسري. المحاولة مستمرة خطيرة والكرة إلى أحضان باولو. نسبة تصديات ناجحة لهذا الحارس البرتغالي. المحاولة تعود الأول، تصل إلى كاريو، يتقدم الثعبان، يحاول، عدى بشكل ممتاز من الجناح الأيمن، لعب كرة عرضية ميشائيل وباولو يخلص. باولو فيكتور يخلص الكرة قبل أن تذهب إلى ميشائيل. يا سلام على الكرة الماضية، شوف اللقطة الماضية وإبعاد الكرة من باولو إلى خارج أرضية الميدان. شوف الكرة من جديد، كانت متجهة إلى المرمى من كاريو، ذهبت إلى ركلة ركنية لصالح الهلال وللاعب ميشائيل ديلغادو. نشوف الآن ونتابع المحاولة. حكم اللقاء ماذا يشير الإيطالي حكم دانييلي أورساتو، اللي على فكرة قاد 3 مباريات في مونديال كأس العالم الأخير، مباراة قطر، الإكوادور، الأرجنتين، المكسيك، والأرجنتين وكرواتيا. كرة ستلعب الآن إلى ميشائيل، يستعد على يمين باولو، يمشي الكرة إلى سلمان الفرج بدورها إلى كاريو. كاريو بلمسة ممتازة بالكعب، يا سلام، جميلة، محاولة خطيرة، ولكن الكرة إلى جانغ هيون سو اللي أصبح في رصيده 15 هدف. كرة مستمرة، لمسة وتمريرة، نقلة أمامية جميلة، المحاولة خطيرة، عرضية، تصل الكرة بالجول. الله، لو شاهدت نسرا يحلق في السماء فهناك فريسة في الأرض، فهناك فريسة في الأرض. النسر النيجيري إيغالو إيغالو إيغالو، الهداف يواصل تمزيق الشباك، الهداف يسجل. نعم، إنه النسر، نسر نيجيريا. شوف الكرة الماضية، شوف اللمسة، المحاولة، يا سلام يا سعود، التوغل على ذكرى الهدافين. رد أوديون إيغالو بهدف، رد إيغالو بجول. الكرة في شباك الاتفاق. 1-0 للزعيم، 1-0 للنسر النيجيري الكبير الذي استعاد مستوى واستعاد حاسته التهديفية. إذن الهدف يثبت من حكم اللقاء ولا يوجد تسلل مع اللقطة الماضية. 1-0 للهلال، 1-0 للهلال، ونسر نيجيريا كعادته
ما استعاد الهلال الكرة، وهذه واحدة من أهم مزايا الهلال. الكرة مستمرة، ميشائيل يتقدم، ميشائيل يحاول، ميشائيل ممكن يمر، ميشائيل يلعب كرة إلى إيغالو الآن على حدود منطقة الجزاء، لعب الكرة إلى سلمان من الجناح الأيسر، جميلة الكرة حلوة، المحاولة من كاريو إلى خارج أرضية الملعب. كاريو يعد بالكرة إلى الخلف، الكرة بلمسة ممتازة لمصلحة الزعيم، الانطلاقة إلى سلمان، الفرج يمشي كرة إلى سعود، عودة الكرة إلى جان، جميلة حلوة خطيرة، عرضية تصل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. تراجع اتفاقي بالكامل، محاولات هلالية، الاعتماد كذلك على الناحية اليمين، سعود عبد الحميد وتصويبه إلى خارج أرضية الملعب من سعود عبد الحميد. شوف الكرة الماضية، هذه اللقطة التي كانت من سعود عبد الحميد إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة مرمى كانت بعيدة من سعود. لا تزال الفرصة قائمة لمصلحة فريق الاتفاق. الهلال الذي يتقدم الآن بشكل ممتاز، محاولة خطيرة، محمد كنو الله، لا تضمن الدوري حتى يكف الهلال عنك، لا تضمن اللقب حتى يهدى الهلال، حتى يهدى الزعيم. يا سلام، شوف الكرة، استغلال الخطأ في التمرير والمحاولة الماضية، محمد كنو يسجل بشكل رائع جدا، وضع الكرة، لعب الكرة من فوق حارس المرمى، إنه كنو الكرة في الجول، وبذلك محمد كنو سجل في شباك الهلال عندما كان لاعبا مع الاتفاق، وها هو يسجل في شباك الاتفاق وهو لاعب للهلال. محمد كنو 3-0 للزعيم، يتقدم الزعيم على الأندية التي تتواجد في قمة الترتيب وفي الوصافة وكذلك في المركز الثالث. لا تضمن الدوري حتى يهدى الهلال ولا تشاهد الهلال يستمر بالفوز. المحاولة ترجع، ولكم في ذكرى الموسم الماضي عظة وعبرة، هكذا نشاهد المحاولة ترجع، لمسة وتمريرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة إلى خارج أرضية الميدان. بلا شك أن الهلال إذا ما تمكن من الانتصار في مباراة هذا اليوم سيهدي الفوز لرامون دياز. نشاهد ونتابع البريك، يلعب كرة خطيرة جدا، الكل حسب بأن الكرة في الجول. المحاولة الماضية من محمد البريك إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت الكرة إلى ركلة مرمى من البريك، لعب الكرة ولكنها في الشباك الخارجية. المحاولة ستلعب الآن لمصلحة الاتفاق، حط الكرة إلى سعود عبد الحميد، لمسة وتمريرة إلى سلمان، جميلة المحاولة، خطيرة المحاولة، دائما في الجهة اليمنى ميشائيل، الله، حلوة الكرة الماضية من القصير المكير ديلغادو ميشائيل. شوف الكرة، ميشائيل ديلغادو الذي انتقل للجهة اليمنى وكاد أن يسجل الهدف الثالث ويقضي على آمال الاتفاق تماما. شوف المحاولة الماضية، ولكن الكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب من البرازيلي. الكرة الماضية والتحية بين إيغالو وميشائيل. استطاع الهلال أن يتقدم في النتيجة براحة تامة بدون أي مضايقات اتفاقية. إذن هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا أينما كنتم في كل مكان، يطلق حكم اللقاء الإيطالي أورساتو الصافرة معلنا عن نهاية زمن شوط المباراة الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم في شوط المباراة الثاني
في الجولة 21 من دوري روشن السعودي بين الهلال والاتفاق. المحاولة إلى أوزيمير يتقدم، لكن التغطية ممتازة من دفاع الهلال. عودة الكرة إلى إيجالو، أوديون لعب الكرة إلى كنو، يتقدم يحاول محمد كنو إلى إيجالو إلى إيجالو المتابعة من تيسران. عودة الكرة للنسر النيجيري، المحاولة ميشائيل على ذكرى هدفه في شباك التعاون، الهدف الجميل الذي سجله ميشائيل ديلغادو، لكن التغطية ممتازة كذلك في التوقيت المناسب من محمد البريك. الهلال إذن الآن كويلار يترك أرضية الملعب مع ابتسامة سالم الدوسري، السعيد بالعودة إلى أجواء المباريات وإلى أجواء الزعيم التي لا تهدأ أبدا. ما شاء الله على الهلال. المحاولة خاطئة ولمسة فيتينيو، حلوة الكرة الماضية من فيتينيو، لكن شوف الخطأ الذي كان من جانج، خطأ من جانج على غير العادة. هذا النجم الكوري الذي نادر جدا أن تشاهد أخطاء تحضر من هذا الكوري الجنوبي جانج هيونسو، لم يستغل ذلك فيتينيو. وبين عدة أندية، تتكلم عن الاتحاد المتصدر، النصر، الشباب، منافسة شرسة، لكن شوف الآن يا سلام، الله على الكرة، الله يا سالم، كرة خطرة أمام الجول، أوه ضاعت على سالم ثم سلمان ثم ميشائيل، كرة خطيرة جدا. إذا سيكون هنالك تبديلات. شوف الكرة الخطيرة الماضية، محاولة التي جاءت من سلمان الفرج، من سالم في المرة الأولى، ثم التصدي من تيسران، ثم بعد ذلك سلمان، ثم ميشائيل. الكرة عدت على الهلال، أبعد الكرة السنوسي أوساوي ودافع عن شباك الاتفاق. الفرصة مستمرة، سالم الدوسري لعب كرة إلى سلمان، من سلمان إلى البريك، من البريك إلى سالم، ذكية المحاولة، الفرصة هلالية قائمة، ترجع الآن إلى سعود عبد الحميد إلى ميشائيل، عرضية تصل، الله سالم يا سالم كاد أن يكرر ذلك الهدف الأسطوري في شباك الفيصلي من نفس المكان. شوف الكرة الماضية، سجل هدف جميل جدا لا ينسى في نهائي السوبر ضد الفيصلي. وكما نستمع للجماهير الهلالية التي تردد زوجتها المفضلة، اوه يا هلالي، هكذا دائما. عدى النمس، يا سلام، البرازيلي لعب كرة خطيرة، والمحاولة عدت الآن من فريق الاتفاق. ترجع المحاولة لمصلحة أحمد الغامدي من الجانب الأيمن في حالة الهجوم، ولكن المعيوف يمشي كرة إلى سلمان، سلمان إلى سالم الدوسري من الناحية اليسرى. محاولة الهجوم جميلة، المحاولة خطيرة للهلال، إيجالو، ولكن باولو فيكتور يتصدى في هذه المرة. حلوة الكرة الماضية، الكرة عدت من أوديون، عدت اللقطة الماضية من أوديون إيجالو. شوف اللمسة، شوف المحاولة من نيجيري، ولكن الكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، عدت على فريق الاتفاق. إذن إيجالو سيغادر، كذلك ميشائيل ديلغادو يترك أرضية الملعب، ودخول لصالح الشهري وعبد الله الحمدان. نسر نيجيريا الذي كلما حضر في الملعب كلما طار وحلق، وبالهلال تعملق وأبدع وأمتع. هذا النجم الكبير اللي دائما ما يكون له وهج فني في خط الهجوم. سلامات إن شاء الله لسعد الموسى، يشكو من إصابة.
يشكو من إصابة إذن سعد الموسى ضد سكر القصيم. التعاون، كرة تعود الآن من الجانب الأيسر، لمسة إلى عبد الله السالم، حاول التقدم، يلعب الكرة خاطئة، محاولة هلالية. سلمان، الله، عدى سلمان، سالم، محاولة موجودة، الدوسري، الله الله يا سالم، يا لها من عودة يا دوسري. وصيف العالم لا يكل ولا يمل، ويريد أن يكون للدوري بطل. نحو الرابعة، مشوار الرابعة على التوالي بسالم الدوسري، بهدف جميل، بهدف أنيق من اللاعب الأنيق الزعيم ثابت. وأحلى عودة من نجم الهلال سالم التورنيدو. شوف الأخطاء التي استغلها الهلال، شوف المحاولة الماضية، شوف اللمسة، يا سلام يا سلام، حط الكرة من فوق حارس المرمى، والكرة في شباك باولو فيكتور. الهلال ينهي المباراة ويحسم الأمور ويبدع ويمتع، وجماهير الزعيم تستمتع دائما بهذا الأداء وبعودة سالم الدوسري الذي توجه إلى الجمهور الأزرق. والهلاليون سعداء في كل مكان بعد الفوز بثلاثية على الفريق الاتفاقي. عبد الله المعيوف طيلة المباراة أنا ما شفته حقيقة. الحمد لله على سلامتك يا عبد الله. يطلق حكم اللقاء إذن الصافرة معلنا على نهاية هذا اللقاء بفوز الهلال ب3 أهداف على شقيقة الاتفاق. سجل إيكالو، محمد كنو، سالم الدوسري الأهداف ال3. كنت معكم شاري القرني معلقا واصفا على هذه المواجهة. مبروك للزعيم وجماهيره في كل مكان.